اخر ما زهقت قررت ان انا اعمل الوصفه دي جامده جمدان، مش قادره اقول لكم على الجمال. بتخلي ريحتك فواحه بالتلات ايام. الوصفه دي مش بس بتخلي ريحتك حلوه، لا بتديكي نعومه، تفتيح وتفتيح فظيع ومن اول اسبوع. ده غير بقى ان هي كمان فيها ترطيب. تعالي بقى كده نشوف الوصفه اللي احنا عملناها، ومش مكلفه خالص. وبصوا انا عامله منها العلبه دي والعلبه اللي فاتت. يلا بينا نشوف انا عملت ايه. المسك ده بيتباع عند العطار، اللي هو المكعب المسك بحوالي 10 جنيه. احنا مش هناخد المكعب كله، احنا عايزين نص المكعب. ده اول حاجه هتبشريه بمبشره يكون اللي هي الصغيره دي، انا عايزاه، او تبشريه بقى باي طريقه اللي انت عايزاها. المهم يكون زي ما انتوا شايفين كده. وعايزه معلقتين من الشبة وجمال الشبة اللي ما بتخليش فيكي ريحة عرق. لو انت عايز تستخدميها لوحدها مفيش مشكلة، بس استخدميها في الوصفة بالله عليكي، هتخلي ريحتك فواحة زي ما بقولك، بجد ريحتك فلة كده. عارفين اللي هو المسك الابيض ده، انا كان عندي شوية حطيتهم، وبعد كده رحت حاطه زيت الورد وخدت شويه من زيت الليمون. زي ما قلت لك زيت الورد وزيت الليمون عشان التفتيح، ضروري كنت ان انا اضيفهم على الوصفه دي، لان انا عايزاها تفتيح وتديني كمان ترطيب. فهنا بمناسبه الترطيب فانا حطيت بنسينول حلو جدا قوي لترطيب الجسم. زي ما انتم شايفين حطيت نقطه بسيطه. اي بقى بيبي اويل عندك هتحطي منه حوالي معلقتين صغيرين. تاني هقولك تاني عملت ايه. المكعب المسك انا بشرته وحطي نصه بس، وبعد كده حطيت اللي هو المعلقتين الشابة. المسك الابيض خدت منه، كان عندي شوية كده صغيرين حطيتهم، وحطيت اللي هو زيت الورد وزيت الليمون والبانسينول. خدت حاجة بسيطة خالص زي ما انتوا شفتوا كده، واي بيبي اويل عندك هتاخديه. ادي العلبه اللي انا كنت عاملاها، طبعا كانت زي ما قلت لكم قربت تخلص، وكنت مجهزه العلبه التانية على طول، لان فعلا بتقعدي بالثلاث ايام مفيش ريحه. ريحتك حلوه. طبعا احنا في فصل الصيف، والفصل ده بيبقى صعب، في ناس بتشتغل وبغصب عنها بيبقى في منها عرق، في ايام معينه بيبقى في ريحه عرق بتبقى اضعاف اضعاف. فاعملي الوصفه دي هتفضلي كده مش هتشمي اي ريحه عرق نهائي. عايزه اقول لك اهم حاجه تنظيف المنطقه دي وازاله الشعر ليها، مهم جدا، وبالذات في الفتره دي. هتستخدمي الوصفه دي زي ما انت شايفه كده، حته صغيره بسيطه جدا، وتبداي بحركه دائريه تمشيها على منطقه الاندر ارم، وتشمي بقى ريحه والجمال. انسي بقى ان انت تلاقي ريحه عرق نهائي. بجد اللي هتعمل الوصفه دي هتدعي لي. ممكن تستغني عن الزيوت، مفيش اي مشكله، لكن انا حطاها زي ما قلت لك عشان كمان تديني تفتيح. انا جهزت العلبه التانية عشان العلبه اللي معايا الاولى قربت تخلص، انا مصوراها كنت من بدري، بس طبعا ما ينفعش اتاخر عليكم. وانا بعمل الوصفه صورتها لكم وقلت هنزل لكم الفيديو على طول، جربوها هتعجبكم جدا.